بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايبي؟ كويسين؟ يا رب يكونوا بخير وهنا وسعادة، اللهم امين. نسمي الله ونتكل على ايه؟ على رسول الله. تمام. طلعنا ايه، ما لاقينش فيش بيض ولا في حاجة، ان ايه نتفاجأ لقيت فروجة طالعة. طب شفت اللي جايبه لي، جايبه للطير. طب انا دلقي انا عارفاه ده بايظ ولا بس نعرفه بايظ، او كان كويس حنعرفه، بايظ حنعرفه. ايه اصلا حنجي نكب مية، نعبي السحن ده مية. لو عام نطلعها، ولو وقاعد راكز في السحن من تحت البيض سليم 100%. ولو كان بايظ حنضطر نكسر على العصيدة هنيته، بس يكون على الردة، وتروحوا ايه تكسروا البيض وتحركوه، وبعد كده تكبوا عليه المية الفايرة وياكل طيرنا. احنا كده كده ده احنا حنستفاده، او كان هو حيستفاد. ماشي حبيبتي. في سؤال جاني، في وحدة بنوتي أو أختي حبيبتي بحتالها تقول لي المعاش ينفع، يعني المعاش يمشي بيت؟ بصي حبيبتي، يمشي بإذن الله. انت ما قلتليش كام، وكل واحد ليه خصوصيته. بس كل اللي هيبعتلنا هنا أي موضوع في القناة، أول شي مش هيقول أنا مين، ولو واللي هيبعت لي مع نفسه كده مني ليه يقول لي عمري ما ذكرت أسامي حد. طبعا ربنا لغاية ما نروح عنده، وهو بس اللي يعلم بالكلام والحديث بس. انت حبيبتي اول ما هتقبض المعاش جي ايه تطلع تعرفي انت مقدرة بيتك هياخد قد ايه كهرباء، وتخلي بزيادة، وتشيلي مية الكهرباء ومية مية هو صلى على النبي. يا عيني أغير ماشي. فلوس المية وفلوس الكهرباء وفلوس النت، ده وحدها، دي تركنيها 3 دولة. ماشي ماشي. ويجيبها حدين نجو ايه، نجيبو نشوف المبلغ اللي قاعد معانا، بس برضه فوق فلوس المية وفلوس الكهرباء وفلوس النت نخلي حاجة مرب تزيد يعني. ونجيو الباقي ده نشوفوه على كام اللي قاعد تطلع مبلغ ده تجيبي بيه العدس والفول والرز والمكرونة وملحك وتوابلك وكل حاجتك وبطاطسك وكل فاصوليا وكل حاجة دي للشهر. بعد كده تشوفي تطلع مبلغ، مثلا مش حنجيبوا لحمة، نجيبوا فراخ، ونجيبوا الفراخ وإيه نشوفوا حنجيبوا كم كيلو في الشهر تبع أسرتك. وطبعا ما فيش لازم الواحد مثلا أسرة فيها 2 ولا فيها 3 يروح يحط الفرخة كلها. شوفي نوايب وحط على قد أسرتك وتطبخي، والباقي تكيسيه في التلاجة. حيفضل معاك مبلغ ايه تخلي بالك، مثلا للطماطم وللبصل والثوم ده خزينة يتجاب بدري ويتشال مع الحبوب والحاجات دي. تجيب البطاطس، تجيب الطماطم، تجيب الخيار، ادي كده. وحتشوفي فنطيها، والواحد هيفنطها والله زي الكوتشينة، دي الكذا ودي الكذا ودي الكذا والكذا، عشان ايه يستر نفسه، ولا ايه ولا نروح نحطوهم هات وهتنضريها نكتار. لكن صدقيني ما الفلوس دي هوا سبيرته فعيفر في الجو. هذا الموضوع. وطبعا تعمل حساب أنبوبتك ودقيقك وكده تسهل، وحدها هتظبط. هو الموضوع الباين عندك جديد وموترك، ما تتوتريش. ربنا بص ربنا يسترها مع الواحد، ويا رب يعديها مستورة معانا ومعاكم ومع كل الحبايب. الله يسعدكم يا رب ويخليكم يا رب، ما يرميني ولا يرميكم في ضيقة ولا في شدة ولا في أي شيء. بإذن الله الأمور تعدي. وانت حبيبتي كان معك بيت عادي بلدي زي حالاتنا كده، في سطوح، هاتيلك كم ايه جوز حمام، ابتدي ب3 أجواز، ابتدي بجوزين، والجوزين ده بس تشوفي لك وحدة يعني
واحدة بنت حلال حيبقى قلبها عليكي وتديكي ايه مجوز، مش تقولك مجوز وتتعبه وتروح بعدين تلقيت كورة. مجوز وانت ايه كل الجزين دول خفاف واكلهم خفيف، وتروح اللي تحت منيهم تطلقيه. انت اداتك تلقي تعرف الذكر من تاية، وتقولي لها وين الذكر وين النتاية. النتاية بوزها رفيع وطويل، والذكر فوق عند راسه منخرة غليظ وأبطش وبرد صغير قصير شوية يعني. ده الذكر وإيه وتسعى مني كل ما يحط اطلقي لما تعمل تبصي على بال ما تطلقي له جزين، على بال ما تطلقي له جزين يكون الجوز الأولاني باط، حتطلقي 3 أجواز ولا 4، في الطلقة الرابعة يكون الجوزين اللي ساعتيهم أول مرة بضولك. حتلقى بسم الله ما شاء الله عندك خير، الله يزيد عليكي وعلينا وعلى كل حبايبي، وتلقى الأمور مشت وتمام التمام وزي الفل. وبس تشوفي عاد ايه من حمام نظيف يكون زريعة معليش. الأول حتحطي لها من جيبك وبعدين هو حيوكل نفسه وحيوكلك وحيمشي الأمور معاك، وإن شاء الله تسهل وحتمشي بإذن الله. ومن أسألك شوية فروج، شوف البيض غالي دلقيتي والكلام ده. الأمور والله هو ده اللي هيمشي البيوت أكتر شيء، الطيور خيرها كتير. بس اللي يكون هتروح السوق، مش اللي هتقعد في البيت ما تطلعش منه وما طبعا لا، في فرق. لا هتروح السوق، لا تروح السوق ده بسم الله ما شاء الله، وتجيب عوايزك كلها من السوق. هتبقى يوم السوق ده هتبقى الدنيا كلها هادية ورخيصة على الباقي يعني. وادي حبايبي. طب دلقيت جبناهن طب ينفع ده؟ بس هيك شو يطلع خربانين. هنحط عليهم مية ونشوف الأمور إن شاء الله. يعني بصوا عمران هناخده والخربان نقعد نعمله بعصاية في الردة ونفركه لغاية ما يبقاش فيه أثر بيض، ونكب عليه مية مغلية ونعصده ونديه للطير كده تمام. وهذه الزريعة الحلوة دي، الزريعة النادرة دي يا باي اللي يسيب لي عياله بس اوعى حد يفرح بوحدة تقول انا حمامي يبيض من هنا ويفقش من هنا ويجيب من هنا. صدقيني على الوحدة هتدعك ضحك وصعب، تقعد تزقد وتزغط والكلام ده كله. لكن الحمام الحلو اللي يوكل عياله ويكبرها، وبعد ما يعرف الفرخة كبرت وبقيت جت جنبه تنقر تنقد يعني. هو الحمام الزريعة الحلوة دي، مش زي الهم اللي معاي ده اللي يخليه كد قديتي ويقعد يقتل فيه ويفتح له مخه وعاوش يزقده ويسيبه، وانا نقعد نتلدلد بيه ويتجلع. العلفة جايبة حتى العلفة مش عاوز ياكلها، عاوز ياكل ايه؟ عاوز ياكل عيش مبلول. اصلا انا ضريته من الاول كان قليل وكده وكانت ايه الواحد يضر الحاجة على كل طيورة على كل حاجة ياكلها وقتي لغاية ما يقفلوا. انا ليه ده كان مفروض ذبحته، بس ايه ساكتة ليه؟ عشان في اصغر مني شوية يحصل بعضها أو بعد كده نذبحوهن حلوات ونعمة. يلا معيش غير نجيب الغلة وننفخ الغلة ونعمل ونقعمز ونزقد. ويوم ما يكون الدنيا حر والله ربنا يعلم بالواحد. هو كتر خير الطير فوق في الأسفلت والدنيا دي المولعة كل الطيور، بس الأرض تدي يا جماعة، الأرض تدي. أدي حبيبتي تجيبيلك إيه كم فروجة يعني لو حتى في بيتك للبيض. لو زاد
مفيش مشاكل، بيعيه وهاتي وكل للحمام وللطير وتاكلي انتي، والحمد لله يبقى ايه برضه دخل يعني. بس تبتديش بالحاجة كتيرة، ابتدي بكد حاجة بسيطة عشان حيرهقك في الأكل، وحتجيبي له وكل من وين في الحياة. هاتي حاجة بسيطة وتماشى بيها. وبعد كده هو لما هو يجيب ويدخلك خير، وسعي وكده هو عيوكل نفسه، يبقى ايه عيوكل نفسه. قعمزنا عشان نزقد. والله لو عيلة على الرضع منعلها مكدده نقول بصوا. طيب ليه حاطه ده؟ كنت الاول حاطه له الغربال، راحت الغربال تحت، حاطه له دي عشان ايه يدخل له هوا، ومن الفروج لو يشوفه حيقتله. فانا ما عاوزاهش ايه يعني الفروج ما يطلعش. الغربال كان كويس بس جت ظروف. ننظفها ونلقطها من الطوبة ونحوش يعني سلاوة نسلوا بها نفسنا ونتسلوا. بس لما يكون ما فيش تعب زي الزقيد. طب في صغير انا لقيت حاطه له عن نجيب العلفة ننيخها ونحطها له نزغطه بها صغير.